مساء الخير يا جماعة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على القذف بين الرجل والمرأة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايكات. معاكم ماجدة مصرية بكندا. رجاء الاشتراك في القناة والدعم وهنكمل. أول حاجة القذف بين الرجل والمرأة. طبعا ربنا خلق في الرجل والست الغريزة علشان الغريزة علشان النسل وأعمار البشرية. فالغريزة في الراجل زي الست، بس الراجل 6 أضعاف المرأة. أوكي. لكن واحد مثلا يقول لي أنا عندي ضعف. الضعف ده طرأ عليك نتيجة التغذية، نتيجة أسلوب الحياة، لكن العلم بيقول إنك أنت 6 أضعاف المرأة. أوكي. بعد كده اللي بيحصل إن الراجل بياكل واسلوب الحياه، وبينام كويس على حسب اسلوب الحياه والمراحل العمريه والامراض والادويه وخلافه. اوكي. فبيحصل بيحصل ان الراجل ما بعد ما تخلص حاجه اسمها الدوره الجنسيه يحصل الحاح شديد، اللي هو بيوصل للاغتصاب. الاغتصاب لما تشوفوا في حاله اغتصاب يبقى الحاح شديد، بيعمل الحاح شديد انك انت عايز تقذف. اوكي. خلاص قذفت، حلو. هتقدر تقذف ثاني؟ لا. في ناقلين عصبيين هرمونات بتتفرز بعد القذف مباشره. نور ادرينالين والبرولاكتين هرمون الحليب. الاثنين دول بيتفرزوا، فتفضل نص ساعه مفيش انتصاب خالص، علشان الهرمونين دول بيعلوا في الجسم بعد القذف، وتبقى يكبس عليك النوم. مسؤولين عن الهدوء والاسترخاء لمده نص ساعه. تقدر تقذف تاني بعد النص ساعه. يبقى في حاجه اسمها بقى المراحل العمريه وطريقه الاكل والتغذيه اللي في جسمك شكلها اوكي. لان ده الهرمون الجنسي بيمشي في حاجه اسمها التغذيه اللي هي فيها كوليسترول. اوكي. اللي هي الدهون، اللي هي البروتين. ماشي. واحد بياكل كويس هتلاقي عنده قذف اكتر من مره في اليوم على حسب اسلوب التغذيه. ماشي. والمراحل العمريه. ماشي. طيب دلوقتي القذف ده اما الراجل بيكبر في السن بيحصل بيحصل ان ما بيقدرش يقذف، لانه بيحصل له ارتخاء في العضلات بتاعه العضو، ما بيقدرش يحصل انتصاب. وفي نفس الوقت